السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب تانية ثانوي، عاملين ايه الأخبار؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة معانا إن شاء الله الامتحان الرابع من امتحانات المعاصر، إكزام 4. امتحان النهاردة يعني حلو، امتحان مليان أفكار. جايب لك كده شوية رسومات وحاجات حلوة في الامتحان. عايزك تركز ورقة وقلم كده وركز معايا في كل مسألة، وكل سؤال هنقول عليه مهم تكتب جنبه مهم وتذاكره وتعلم عليه عشان تشوفه إن شاء الله ليلة الامتحان. يلا بينا نبدأ مع أول سؤال. أول سؤال بيقول لي when a tuning fork vibrates as shown in figure 1. أدي عندك figure 1 كده tuning fork. واضح إن هي لما التيونينج فورك دي تشتغل ال direction of wave propagation هيبقى فوق وتحت، أو ال direction of ال direction of vibration هيبقى فوق وتحت، إنما direction of wave propagation أهو ده هيبقى direction of wave propagation. من الآخر الاتنين هيبقوا perpendicular to each other. أنت عارف إن الشكل ده هو أنهي شكل من تحت؟ قال لك هيبقى الشكل ده. الشكل ده عندك اسمه transverse wave. ترانسفيرس ويف اهو، شايف اللي بيحصل؟ بيزق التيوننج السبرينج اللي معاه ده فوق وتحت. بص بيزقه فوق وتحت، فالموجة تنتشر كده، تفضل ماشية كده، يبقوا perpendicular to each other. انما الشكل ده التيوننج فورك لما تيجي الفايبريشن دي يبقى يمين وشمال كده، هتلاقي الموجة بتبقى على شكل compression وريرفاكشن، compression وريرفاكشن اهو، compression مع ريرفاكشن. ده اسمه longitudinal wave. longitudinal wave مهم جدا الانيميشن ده عشان يظبط لك الموضوع ده. انت عمرك ما هتعرف تتخيل من غير الفيديو. تمام، يبقى فيجر 1 ده اتفقنا مع بعض ان اسمه ترانسفيرس ويف، انما فيجر 2 دي اسمها لونجيتيودينال ويف. الترانسفيرس ويف دي بتتكون من حاجه اسمها كريست وترف. كريست قمه وترف قاع، انما لونجيتيودينال بتبقى كومبريشن وريفراكشن. طبعا تبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعده بيقول لك a body undergo a uniform circular motion with tangential speed 10 meter per second. يلا بينا نطلع مع بعض الجيفن. الفيلوسيتي equal 10 meter per second. الراديوس equal 10 متر اهو، سوري، ادي الراديوس 10 متر. عايز سنتريبيتال اكسلريشن، خلاص ده تعويض مباشر. السنتريبيتال اكسلريشن ايكوال في سكوير على الار، يعني من الاخر ايكوال 10 سكوير على 10، تطلع معاك على طول 10 متر بير سكند باور 2 اللي هو الاجابه بي. السؤال اللي بعده بيقول لك horizontal force of 20 نيوتن acts on a cart and move the distance 3.5 متر. بص الجمله دي مهمه، in the same direction، في نفس الاتجاه. يعني انت واضح ان انت كان عندك كده عربيه، معلش انا ايه الرسم عندي بعافية حبتين، معلش اهو، ادي عربية وانت قمت مأثر عليها بفورس ايكوال 20 نيوتن، فحركتها مسافة 3.5 متر. اتحركت مسافة 3.5 متر. قال لك الدايركشن بتاع الفورس في نفس الدايركشن بتاع الديسبيسمنت. ازاي تحسب الورك؟ على طول تعويض مباشر، ورك ايكوال فورس ديسبيسمنت، يعني ايكوال 20 في 3.5، تطلع معاك على طول الإجابة 70 جول. اهي ادي الإجابة. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال حلو. بيقول لك a light ray falls at an angle 60 degree. ادي الانجل في انسنس 60 degree، وده equilateral triangle. قلت لك اول ما يقول لك equilateral بتعمل ايه؟ اول ما يقول لك equilateral triangle على طول تقول له يبقى الايبكس ب 60 degree. الايبكس اهي 60 degree. طيب والاندكس ب 1.5، اكتب كده جوه البريزم الاندكس 1.5 عشان ما تنساش. اللايت هيجي جوه يحصل له ريفراكشن، وهتقوم نازل كده رسم نورمال. ها 60 ازاي تجيب سيتا؟ تلاقي سيتا 1، هتطبق سنيلز لو، ساين باي 1 على ساين سيتا 1، ساين اللي بره اوفر ساين اللي جوه، اندكس اللي جوه اللي هي 1.5. انت عارف ان فاي 1 دي اصلا ب 60؟ اه عارف. عارف يعني كده ساين سيتا 1 ايكوال ساين 60 على 1.5. يبقى عشان تجيب سيتا 1 هتساوي كام؟ قال لك على طول سيتا 1 هتساوي 35.26 بالتقريب كده يعني 35.26.
26. طيب دلوقتي انت معاك الانجل سيتا 1 ومش معاك فاي 2 بس معاك الايبكس. يلا ربط القوانين ببعض. الايبكس ايكوال ايه؟ ايكوال فاي 2 بلس سيتا 1. ادي الايبكس ب 60. فاي 2 انت اصلا عايزها، وسيتا 1 انت لسه جايبها حالا 35.26. طبعا ما تنساش بس هنا تحط الجري. يلا هات لي فاي 2. هتروح تودي دي هناك بالماينس، توديها هناك بالماينس كده، تطلع معاك ان فاي 2 بكام؟ فاي 2 تطلع 24.7 ديجري. ماشي. ادي كده انت معاك فاي 2. اللايت هيحصل له ريفراكشن، هيخرج بانجل اسمها سيتا 2. ازاي تجيب سيتا 2؟ يبقى احنا كده اول خطوه طبقنا سنيلز لو، تاني خطوه قانون الديفيجن اللي هو الايبكس، تالت خطوه سنيلز لو تاني. سنيلز لو هنا اهو، على دي، على دي. يلا ساين سيتا 2 على ساين فاي 2 ايكوال 1.5. طب انت عارف ان فاي 2 انت لسه جايبها اصلا ب 24.7 اهي، تطلع معاك على طول سيتا 2 ايكوال 38.8. 38.8 ديجري. للاسف السؤال كان لسه ما خلصش، وهو برضه خبيث وهحطها في الاختيارات. السؤال كان لسه ما خلصش. ادي معاك الانجل دي 38. يلا بينا. هو عايز الانجل اوف ريفليكشن اوف الراي فروم الميرور. يعني اللايت لما يجي ينزل هنا هيحصل له ريفليكشن، يخرج كده. هو بقى عايز الانجل اوف ريفليكشن دي. عايز انجل دي بكام؟ يلا بينا. تعالى بس نرسمها اوسع كده شويه عشان بس نعرف نحسبوها. ادي دي هو عايز الانجل دي بكام؟ سيتا ايكوال، ونكتب علامة استفهام. مش انت جبت سيتا 2 ب 38.8 اهي؟ ادي سيتا 2 اهي 38.8. يبقى بقيتها كام؟ تعمل 90 ناقص على طول. 90 ناقص 38.8 تطلع معاك على طول 51.2. يبقى الانجل دي كده اهي 51.2 ديجري. انت معاك تراينجل في 60 و51.2، يبقى من 180 بقى كام؟ 180 ماينس الانسر، هيطلع معاك على طول الانجل دي ب 68.8. الانجل اللي هي اللي من بره دي اهي 68.8 ديجري. يلا بينا. يبقى بقيتها كام؟ بقيتها من هنا، بقيتها يبقى 90 ناقص الانسر على طول. 90 ناقص الانسر تطلع معاك الإجابة 21.12 أو 21.2 تقريبا. سؤال حلو جدا، سؤال حلو، ربط لك الريفراكشن بالديفيشن بالريفليكشن. بص سؤال حلو خطر. السؤال اللي بعده. The two body with mass 8 كيلوجرام and 20 كيلوجرام distance ما بين السنترز بتاعتهم 0.2. عايز اعرف الجرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس اللي هي القانون اللي بيقول جي ام ام على ار سكوير. حاضر. يلا بينا. هو عايزها ان terms اوف جي، فهتسيب الجي زي ما هي في 8 في 20 على 0.2 سكوير. تطلع معاك طبعا، هتاخد بقى دول كده على بعضهم تكتبهم على الآلة، تطلع معاك على طول 4000. الإجابة هي بي. السؤال اللي بعده. So the graph shows a relation between the force acting on a body والديسبيسمنت. عايز الورك دان. بص يا صديقي، انت دلوقتي لما يبقى عندك جراف ما بين الفورس والديسبيسمنت، هل في عندك قانون في المنهج بيقول فورس على الديسبيسمنت ايكوال حاجه؟ قال لك لا، مفيش حاجه اسمها كده. بس في قانون عندك بيقول فورس في ديسبيسمنت ايكوال الورك. فورس في ديسبيسمنت تايمز، طالما تايمز فبتروح تجيب حاجه اسمها الاريا. اريا اندر ذا كيرف. الاريا تحت الكيرف. يعني ايه؟ يعني الفورس اهي، ادي اهي الفورس، ادي الفورس في خلال وقت 5 ثواني. انت عارف ان انت لو رحت جبت الاريا دي كده انت جبت الورك، اللي هي عباره عن فورس ديسبيسمنت. طب الاريا دي ايكوال ايه؟ 15 في 5 تطلع معاك 15 اللي هو الفورس 15 نيوتن في الديسبيسمنت اللي هي 5، تطلع معاك 75 جول على طول.
يبقى احنا خلصت الكلام. انت دلوقتي بتشوف القانون، والله لو انت عندك مثلا اكس على واي ليها معنى، فانت كده بتروح تجيب سلوب. انما لو رحت جبت اكس في واي اديتك معنى، بتروح تجيب ايه؟ الاريا، زي ما احنا عملنا في السؤال ده. الفكره دي لازم تبقى عارفها، انت هتطبقها كتير قوي السنه الجايه. السؤال بعد سؤال حلو برضه، بيقول لك ان ذا فيجر الانجل اوف انسيدنس بكام. طبعا انت عندك ادي الريفلكتنج سيرفيس، وادي الانسيدنت لايت راي، وادي الريفلكتد. اول حاجه لازم تعملها ترسم نورمال، وانا رسمت لك هنا نورمال اهو، ادي النورمال. انت عارف ان الاربعه سيتا بيتساوي 180؟ اه، سيتا وسيتا 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 مجموع 180، يبقى السيتا 180 على 4 تلاقيها تطلع معاك على طول 45 دجري. هو عايز الانجل اوف انسنس اللي هي سيتا برضه، اللي هي 45 دجري. السؤال اللي بعده، ظابط الجراف عايز الامبليتيود بتاع ايه على الامبليتيود بتاع بي. على فكره الامبليتيود بتاع ايه اهو، اهو اللي هو واحد، مربع واحد، يا دوبك مربع واحد. طب بي، لا ده بص مربع والتاني، يبقى كده اتنين. يبقى امبليتيود A اوفر امبليتيود B ايكوال هاف على طول. السؤال اللي بعده، the following figure represent four body. مين فيهم عنده greatest centripetal force؟ centripetal force اللي هي equal mv سكوير على r، هي دي. اه، مين عنده اعلى centripetal force؟ يلا بينا تعال نحسب السنتريبيتال فورس بتاعت ايه. قال لك equal ام في سكوير على ار. طب وده ام 2 في سكوير على ال 2 ار، واخد بالك من البراكت عشان ما بوظلكش الدنيا. هنا ام هاف في سكوير على هاف ار. طب وهنا ام 3 في سكوير على ثيرد ار. ريشيو بعض، هتلاقي هنا كده كل طارد بقى لك واحد. هنا ال 2 بار 2 ب 4، 4 على 2 يعني 2. هنا 1 اوفر 4، وهنا تحت هاف، هتطلع في الاخر هاف. ودي هتطلع 9 في 3 ب 27، دي اكبر واحده، هتطول تروح تختارها. فهو ريشيو بسيطه. تمام. طبعا عندي طريقه حل السؤال ده تخليك تحله بالعين مجرد النظر يعني. انت دلوقتي بتقول ايه؟ انا عايز اكبر سنتريبيتال فورس. اكبر سنتريبيتال فورس يعني اكبر ماس. ايه ده كلهم من نفس الماس. طب اكبر فيلوسيتي، ايه ده 3 في اكبر فيلوسيتي. طب واقل ريديوس، ايه ده هو الثيرد ار برضه. يبقى انا اخترتها وخلصت جريت، اروح اخش السؤال اللي بعده. لو الريفراكتيف اندكس في ميديوم A دبل الريفراكتيف اندكس ان بي، يبقى الريشيو ما بين سبيد A على سبيد B. على فكره الان والسبيد انفرس بعض، يعني كل ما الاندكس بتزيد هتلاقي الفيلوسيتي بتقل، انفرس بعض. فهو بيقول لك لو ان A دبل ان بي، انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان فيلوسيتي A هاف فيلوسيتي B، هم انفرس بعض، انفرس. يبقى الاجابه ايه؟ 10. الاجابه ايه اللي هي اهو. السؤال اللي بعده سؤال جميل جدا، بيقول لك among the conditions for obtaining a mechanical wave. ازاي تحصل على mechanical wave؟ اول حاجه انت محتاج سورس، vibrating source اهو. محتاج مثلا حاجه زي tuning fork كده. محتاج تاني حاجه بيكون عندك ميديم، محتاج ميديم ينقل لك الطاقه دي. اخر حاجه محتاج disturbance، يعني محتاج vibration. صح، فانت محتاج كل حاجه، ادي all of the above. يبقى تاني انت محتاج سورس، محتاج يحصل oscillation او محتاج يحصل vibration. تمام. او بيسموه يعني disturbance، فاهم. وطبعا في الاخر انت محتاج ايه؟ ميديم بقى ينقل لك كل الكلام ده. يلا بينا نخش السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك، بص انا كاتب على السؤال ده ايه؟ في اي بي، سؤال في اي بي، سؤال مهم جدا. ظابط الجراف sorry, in this figure a person dropped a body of mass 0.2 kilogram from a height 10 meter above the ground and another person caught it at a height 1.5 meter. The value of ايه؟ decrease in the potential energy. السؤال ده مهم جدا لدرجة ان انت مش تكتب عليه في اي بي، ده انت تكتب عليه يعني خطر، مهم جدا. تمام. ليه بقى؟ ان هو هنا بيقول لك انا عايز اعرف الديكريز ان ذا بوتنشال انرجي. هو عايز يعرف يعني البوتنشال انرجي قلت بقد ايه. بص السؤال ده ممكن تقعد تحل فيه خطوات كتيره جدا جدا عشان توصل للاجابه، بس انا هقول لك طريقه حل سهله جدا. بص من الاخر، طريقه الحل دي ما تقولش حد عليها. هو عايز ايه؟ الديكريز ان ذا بوتنشال انرجي. انا عايز التشينج في البوتنشال انرجي، هو ده الدلتا، هو ده الديكريز. الدلتا بوتنشال انرجي ايكوال دلتا ام جي اتش. تمام. وتفكر كده بالراحه، تفكير واحد
فاهم الماس كونستنت والجي كونستنت، مين اللي عمال بيتغير؟ الاتش. يلا بينا، يبقى الديكريز ايكوال ام جي دلتا اتش. حاضر، الام ثابت 0.2 والجي 10. طبعا الدلتا اتش عندك تعتبر هي 10 ماينس 1.5 على طول. 10 ماينس 1.5. يلا بينا، يبقى 0.2 في 10 في 10 ماينس 1.5 اللي هي طبعا هتحطها كالكوليتر على طول انت، يعني هتطلع معاك 17 جول. بس كده، اسهل طريقه دي، اسهل طريقه حل السؤال ده. السؤال اللي بعده، طبعا احنا اخترنا الاجابه ولا لا؟ اخترناش، معلش، 17 جول اهي. السؤال اللي بعده، الجراف ده احنا حلينا عليه كتير قبل كده. الانجل دي اسمها سيتا نوت، الانجل دي اسمها سيتا نوت. انت عارف ان الايبكس ايكوال 2 من سيتا نوت؟ يعني سيتا نوت دي ايكوال ايبكس على 2. انت عارف كده معناه ايه؟ ان الايبكس بكام؟ 50 ضعفها خلاص، 50. يعني اقول له ان 25 دي ايكوال الايبكس على 2. يبقى ازاي اجيب الايبكس؟ 50 ديجري. انت عارف ان النقطة دي تعتبر هي حالة المينيموم ديفيجن. يلا بينا السؤال اللي بعده. A body move in east direction. انت عندك جسم كان بيتحرك في اتجاه الايست، واثرنا عليه فورس 1 و 2. هات لهم ريزلتنت. يلا بينا يلا بينا بسرعة. اهو ادي عربية ماشي. معلش انا قلت لك بقى الرسم عندي ايه بايظ شوية. هي كانت بتتحرك في اتجاه الايست، ده اتجاه الفيلوسيتي. اثرت عليها بشوية فورسز كده 10 و5. عارف ان ال5 هتكسب وتبص لتحت. فورس اللي 5، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده الفيلوسيتي، الموشن والفورس بيربنديكولار على بعض. بيربنديكولار اهو، بيربنديكولار على بعض. انت عارف معنى كان العربيه هتمشي سيركل موشن؟ يعني هتغير التشينج دايركشن ان فيلوسيتي دايركشن. يبقى ال 14 الاجابه بي. في السيركل موشن الجسم بيغير يا دوبك اتجاهه، ما بيغيرش سرعته، السبيد بتاعته تفضل ثابته، هو يا دوبك بيغير ايه؟ الدايركشن بتاعه. انما لو سألك ده ايه، اقول له ده سيركل موشن، حركه دائريه، وان الفورس دي فورس سنتريبتال، والفي دي في تانجنشال، والشكل ده ملوش 60 لازمه. انا كل اللي عملته ان انا جبت بيه ايه؟ جبت بيه الريزلتنت اللي ما بين ال 10 وال 5. هيبقى جسم كده بيزقه تحت فورس 5 نيوتن. السؤال اللي بعده بيقول لك هو احنا ليه ممكن ما نشوفش اعماق السويمنج بول، اعماق اللي هو حمام اللي هو البسين، سوري، تمام، حمام السباحه. when looking at it from the air due to occurrence of ايه؟ يعني احنا ليه ممكن ما نشوفش؟ قال لك لان الضوء اللي جاي من تحت من اعماق حمام السباحه، قال لك في جزء هيطلع سفر نو ديفيجن، في ضوء هيحصل ريفراكشن، هوبا ريفراكشن، هوبا تنجنت. بس الجزء اللي هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن ده عمري ما هشوفه. يبقى انا may not see، ممكن ما اشوفوش. يبقى بسبب التوتال انترنال ريفليكشن ان الضوء بيرجع تاني مطرح ما جه. لما يتحرك طبعا، لما يتحرك من denser medium ل optically rare medium. السؤال اللي بعده when body is projected upward and then return to the point from which it was projected. ايه اللي هيحصل ميكانيكال انرجي؟ انت هتفكر ميكانيكال انرجي اللي بيجرى لها؟ ها، عمرها ما تتغير يا باشا، ميكانيكال انرجي ثابته 16 بي على طول. السؤال اللي بعده، واضح ان الامتحان ده فيه نظر كتير، خلي بالك. all electromagnetic waves propagating in vacuum have the same. برضه تفكر تاني. speed. كل الويفز عندها نفس السبيد في الفاكيوم. مش احنا قلنا كل الضوء ليه سرعة c 3 times 10 باور 8 متر بير سكند in air، سرعة ثابتة ما بتتغيرش، تمام. انما frequency لا، مش كل الويفز عندها نفس الفريكونسي خالص، ولا كلهم عندهم نفس الويفز. السؤال اللي بعده سؤال حلو جدا جدا جدا، وتعلم عليه بص 3000 علامة كده، 3000 علامة عشان ترجع له ليلة الامتحان. بيقول لك what approximate height above the earth's surface does the strength of gravitational field decrease by 1%. يعني ايه تقل باي decrease by 1%؟ هقول له يعني لو جي 1 equal جي مثلا، يبقى جي 2 هتقل بواحد في المية. decrease by 1%، يعني تبقى جي بس اشيل منها 1% من جي.
هيبقى لك في الاخر 0.99 جي. تمام. انت عارف ان هنا الهايت او مثلا الار 1، تعال نكتبوها كده ايه، الار 1 ايكوال ار، انما هنا ار 1 ايكوال الار بس بلس 6400 كيلومتر. الار اللي هنا كام؟ رقم ثابت 6400. هو مديولك قالك الار ايكوال 6400. يلا بينا بقى احط القانون على طول. انت عارف ان جي ايكوال، ها، جي ام على ار سكوير. جي ام على ار سكوير، يبقى جي والار سكوير انفرس لبعض، يعني جي 1 على جي 2 ايكوال ار 2 سكوير على ار 1 سكوير. عوض عوض، يلا عوض بالراحة وبتركيز. جي على 0.99 جي ايكوال ار 2 سكوير، يعني ار بلس 6400 سكوير اوفر 6400. طبعا الجي هتروح مع الجي، هتعوض، يبقى هتعمل 6400 تايمز 1 اوفر 0.99. بص بقى بالراحة هتعمل ايه، ار بلس 6400 سكوير. انت ممكن طبعا تحطها شيفت كالك، ها، بس انا بس عايز اوريك. تطلع رقم كده غريب، 6 4 6 مش عارف ايه 6 4 6 4. هتاخد له روت الانسر، هيطلع معاك 80. في غلطة عندنا، ثانية واحدة. بص الحمد لله الحمد لله ان احنا ايه، خدنا بالنا. شايف ال 6400 دي هتبوظ لك المسألة اهي، لازم تحط لها باور 2. اوعى تنسى باور 2 ده خالص. تمام. يلا بينا، كده هتظبط معاك. هتعمل 6400 باور 2 اوفر 0.99، تطلع معاك رقم غريب كده، تاخد له روت الانسر. يعني من الاخر عشان بس نخلص من الحوار ده، ان الار بلس 6400 تطلع معاك 6432.2. ازاي تجيب الار لوحدها؟ هتقول له يبقى الار ايكوال، تروح تودي هناك بالماينس، تطلع 32.2 اللي هي تقريبا الاجابه دي. سؤال مهم قوي، صعب صعب جدا، ولازم تركز جدا عليه. لازم تاخد بالك من حوار الباور 2، لازم تاخد بالك من حوار ديكريس باي، الكلام ده مهم. تاخد بالك مين دايركت مين انفرس، الكلام ده كله مهم. السؤال اللي بعده بيقول لك لما نزود الانجل اوف انسيدنس ايه اللي هيحصل للريلاتيف ريفراكتيف اندكس؟ عمرها ما تتغير، عمرها. ليه؟ والله مثلا انت عارف ان ال n مثلا ايكوال مثلا ساين فاي على ساين زيتا. وان انكريزنج انت عارف لما تزود فاي سيتا هي كمان هتزيد عشان تخلي الاندكس كونستنت. ايه؟ مش عمرها ما تتغير. تغير بقى لو انا غيرت الميديم مثلا، غيرت درجة الحرارة، الكلام ده. انما غيرت الانجل الموضوع مش هيفرق معاك في اي حاجة. السؤال اللي بعده. During the oscillation of a pendulum the speed of pendulum equal zero فين؟ السبيد equal zero عند الاكستريم، انما في الريست بوزيشن الفيلوسيتي بتبقى ماكسيموم. يعني هنا كده الفيلوسيتي ماكسيموم، يبقى هتقول له at position x and z. الحمد لله اسئله النظري دي بتبقى سهله، ما بتاخدش في ايدك وقت. السؤال اللي بعده سؤال مقالي، هو بيقول لك ان satellite orbits a planet with an orbital speed، الرقم ده يبقى given ان السبيد equal 7.68 كيلومتر، يبقى هتايمز 10 باور 3، والديستنس ما بين الساتلايت والسنتر اوف بلانيت ايكوال الرقم ده، يعني r equal 6.77 تايمز 10 باور 6 متر. عايز تحسب البريدكت تايم؟ عيوني، ال v equal 2 باي r على البريدكت تايم، يبقى البريدكت تايم equal 2 باي r على ال v. البريدكت تايم equal 2 باي ال r عندك اهي 6.77 تايمز 10 باور 6 على ال v اللي هي 7.68 تايمز 10 باور 3. تطلع معاك على طول 5538.7 سكند. السؤال اللي بعده بقى سؤال حلو جدا برضو، من الأسئلة برضو الفي اي بي في الامتحان ده. تو identical balls identical، يعني ليهم نفس الماس.
was thrown from the top of a building. يعني انت عندك واحد كده اهو، ادي واحد كده بني ادم واقف فوق فوق مبنى على السطح كده، ورمى كورتين. one was thrown vertically upwards، رمى كورة لفوق، ورمى كورة تانية لتحت. احسب الكاينتيك انرجي اول ما يوصلوا الامباكت at the moment of impact، اول ما يوصلوا عند الارض هنا كده. انت عارف ان اول ما يوصلوا لتحت الكاينتيك انرجي بتاعت الاولى لازم تساوي الكاينتيك انرجي بتاعت الثانيه. ليه؟ هقول لك ان انت هما الاثنين نازلين نفس الهايت. هتقولي ده اذا كان رمى دي لفوق، رمى دي لفوق، يبقى هتطلع فوق الماكسيمم هايت وتنزل تاني، فده هيضيع ده، يبداوا بقى الاثنين يمشوا نفس الهايت. يعني من الاخر انت بادئ من نفس الهايت، الحته اللي انت رميت منها واحده، ما غيرتش مكانك، نفس الهايت، يبقى من الاخر نفس الميكانيكال انرجي اللي هي كونستنت. انا بادئ من هنا كده من على السطح، فرميت الكره لفوق، مش عارف ايه اللي رسم ده، فرميت الكره لفوق، من الاخر انا الارتفاع بتاعي اتش، يبقى الميكانيكال انرجي بتاعتي مش عمرها ما تتغير، ام جي اتش. سؤال حلو جدا، مهم جدا المعلومه دي، تقريبا انت ممكن تكون يعني اول مره تسمعها. السؤال اللي بعده طبعا دي تجربه العالم توماس يانج الانترفيرنس. بيقول لك لو الديستنس ما بين تو سليتس 2.4 ملم، يبقى 2.4 ملم، والار equal 1.2 متر اهو. عايز اعرف الويفلنس. لازم تاخد بالك ان على الشاشه ده عباره عن مش دلتا واي، لا ده 1 2 3 4، يبقى الكلام ده كله ايكوال 4 دلتا واي. تعرف ده معناه ان الدلتا واي ايكوال 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 بس تقسمه على 4. عارف، تطلع معاك 2.5 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 4. هو عايز الويفلنس، يعني ايكوال دي دلتا واي على الار. عوض بالارقام اللي معاك دي على طول، عوض عن الدي اللي هي 2.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، عوض عن الدلتا واي ب 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، عوض عن الار ب 1.2، طلع على الكالكليتر تطلع معاك رقم معداد 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. واوعى تنسى اليونت. السؤال الاخير عندنا النهارده بيقول لي انار هوريزونتال كيرفد رود هاز راديوس 25 متر وماكسيمم سبيد ليميت 50 كيلومتر بر اور. يبقى الفي ليميت 50 كيلومتر بر اور. هم المهندسين لما جم يصمموا الطريق ده لقوا الموضوع ده. when a car with mass 1500 كيلو جرام enters this curved road with force كذا، هل التيرن ده سيف ولا لا؟ يلا بينا. ادي الفورس 2.9 تايمز 10 باور 4. انت عارف ان الفورس سنترال ايكوال ام في سكوير على ار. اه الام بكام؟ 1500. الفي بكام اللي انا اصلا عايزها على المسافه، او سوري على الراديوس اللي هو 25. كل الكلام ده ايكوال 2.9 تايمز 10 to the power 4. طبعا هتحطها على الآلة على طول، هيطلع معاك ان الفي هتطلع 21.98 متر بير سكند. وهي دي فكرة السؤال، ان انت لازم تحول دي كيلومتر بر اور، فبتعمل تايمز 18 بقى على 5، تطلع معاك 79 كيلومتر، 79 كيلومتر بر اور. يعني انت عندك الماكسيمم سبيد 50، انت قمت بتجري بسرعة 79، فطبعا ده مش سيف، ده انسيف. انسيف ان العربية تخش بسرعة زي دي على الملف. كده الحمد لله يكون خلص معانا امتحان الرابع. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. خلاص هنا يا شباب اهو، خلاص قربنا نخلصه. شدوا حيلكم يا شباب، لو احتجتوا اي حاجة اكيد طبعا ابعتولي في اي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.